طيب من الاخر كده ما تجيش امريكا لو في دماغك الحاجات دي، لان الصراحه تعبت من الاسئله دي يعني بجد. طيب ما تفكرش تيجي امريكا وانت معكش فلوس اصلا. وبرضه ما تفكرش ان انت هتدرس ببلاش. برضه ما تفكرش ان انت لما جيت هنا مش هتعرف تعيش، لا ان شاء الله هتعرف تعيش. بس كل واحد على حسب وضعه وعلى حسب طريقه تفكيره بتمشي ازاي. في واحد بيتعب وبيشتغل وبيعمل اللي عليه وبيذاكر وبيخلص اللي وراه، وفي ناس ثانيه بتتمرقع وبتلعب عادي. فانت بتختار تبقى انهي منهم. ميزة البلد دي هي بتديك الفرصة ان انت تعمل حاجات كتير في وقت صغير، برضو لو انت شغلت فيها دماغك. بالنسبة للشغل ان شاء الله في شغل، ومحدش يقول لي ازاي. ان شاء الله انت لما تيجي هتفهم لوحدك. ما تجيش امريكا لو انت خايف من المخاطرة، لان امريكا الوحيدة اللي فيها مخاطرة. ممكن تدفع فيها فلوس كتير وفي الاخر تترفض ومبقاش الفلوس دي راحت على الفاضي. فاللي انا بنصحه للشباب كلهم ان هم يذاكروا ويتعبوا ويعملوا اللي عليهم ويسيبوا بقى على ربنا. يعني انت لو قد خطورة $1000 من معاك، توكل على ربك في التقديم. لو انت مش قد الخطورة دي ودي كل اللي معاك، فصدقني ما تقدمش احسن.